فوز هام جدًا للمنتخب المصري في أولى مبارياته بكأس العالم للشباب تحت 17 سنة، بقيادة العظيم والقدير الكابتن أحمد الكاس. الفوز كان على هايتي فوز مهم لأن هو كمان بيرجّعنا معنويًا بعد 28 سنة غياب. تخيل يا عزيزي من 28 سنة ما لعبناش كأس عالم شباب 17 سنة، ومش بس كده ده من سنة 97 وطلعنا من ربع نهائي بعد فوزين وتعادل وطلعنا من أسبانيا. ولكن خلّينا نرجع لمرجوعنا وهو الفوز المهم جدًا اللي حققناه على هايتي، والمعطيات واللعيبة الجيدة جدًا، 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 وحمزة عبد الكريم إلى جانب طبعًا بلال عطية، إلى جانب إن إحنا بنشوف لعيبة مميزة جدًا وجيل جيد جدًا قادم بإذن الله، رغم إن المباراة مش أصعب حاجة لإن المنافس ضعيف، ولكن الأداء كان جيد وكان في روح وكان في عزيمة، وهو ده اللي يفرق وهو ده المطلوب. وعايزين نقول حاجة يا عزيزي، حمزة عبد الكريم المهاجم الخطير اللي جاب جون جامد جدًا، 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 هو في الأول أو في الآخر ابن من أبناء النادي الأهلي وبيتصعد فريق أول بس للأسف ما بيشاركش، ونيجي نقول ما عندناش مهاجمين. طيب ماشي، بلال عطية صانع الألعاب بتاع المنتخب واللي خد رجل المباراة أهلاوي وعنده 17 سنة، هو لازم يبقى أهلاوي في التلاتينات علشان يلعب والّا ابن من أبنائك في منتصف العشرينات عشان يلعب؟ يا جماعة، يا جماعة لغاية إمتى؟ ده كرة القدم مش كده خالص، كرة القدم ميسي كان بيشارك وهو عنده 16 سنة مع برشلونة مش كده.